خلاص حددتوا أهدافكم، عملتوا خطة قوية بالخطوات، بس دلوقتي عايزين تنفذوها بكل تركيز ودقة عشان توصلوا لها فعلا. أقوى طريقة هي الكتابة على ورق. في الجزء الرابع من سلسلة خطط لسنة جديدة أفضل هنتكلم عن أدوات بسيطة وقوية تعتمد على الكتابة على ورق تخليكم تنفذوا خطتكم يوم بيوم بتركيز عالي ونتائج ملموسة. ركزوا معايا، الفيديو ده هيخليكم تحبوا الكتابة على ورق وتشوفوا الفرق في تنفيذكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الجزء الرابع. في الأجزاء اللي فاتت حددنا الأهداف وعرفنا ازاي نختار هدفنا في الحياة وعملنا خطة بالخطوات، والنهاردة هنكمل بقوة ازاي تنفذوا الخطة دي كل يوم بأدوات بسيطة تعتمد على الكتابة على ورق، واللي العلم النفسي بيأكدوا انها بتزود الالتزام والتركيز بنسبة كبيرة، لأن الكتابة بالإيد بتفعل مناطق في المخ مسؤولة عن الذاكرة والإصرار. وهنركز على أدوات ورقية فعالة. أول طريقة قوية الدفاتر اليومية أو الأجندة. دراسات في علم النفس بتقول ان الكتابة بالإيد على ورق بتثبت الأهداف في الذاكرة أقوى بنسبة 30 ل 40% من الكتابة الإلكترونية، عشان بتخلي الدماغ يعالج المعلومات بعمق أكبر. حضروا دفتر كبير أو أجندة ل 2026 اكتبوا فيها أهدافكم الكبيرة في الصفحة الأولى بخط كبير واضح. كل يوم أو أسبوع اكتبوا المهام بالتفاصيل وحددوا 3-5 مهام رئيسية بس. مثلا اكتبوا أمشي نص ساعة، أشرب 8 كوبايات مية، أتناول وجبة صحية. ليه ده قوي؟ لأن لما تشطبوا اللي خلصتوه بالقلم بتحسوا بإنجاز حقيقي، يفرز هرمون الدوبامين اللي بيزود الحماس لليوم اللي جاي. تاني طريقة التقويم الجداري الكبير. علقوا تقويم كبير على الحيطة في مكان تشوفوه كل يوم. الرؤية البصرية اليومية للأهداف بتزود الالتزام بنسبة 42% حسب بحوث في علم السلوك، عشان بتفكركم تلقائيا بدون مجهود. اكتبوا عليه المهام الشهرية أو الأسبوعية بخط كبير. حطوا علامات نجاح لكل يوم نجحتوا فيه. مثلا اكتبوا على أيام الاثنين والخميس يوم صيام نافلة، أو أيام المراجعة لحفظ القرآن. اكتبوا أيام الرياضة أو متابعة الوزن أو قراءة كتاب. كده التقويم بيبقى لوحة إنجازات. تالت حاجة قوائم المهام اليومية على ورق. كل يوم الصبح حضروا الدفتر، اكتبوا قائمة مهام اليوم مش أكتر من 5 أو 7. الطريقة دي مستوحاة من أنظمة الإنتاجية العالمية وبتقلل الإرهاق النفسي، لأن الدماغ بيحب القوائم المحددة وبترفع الإحساس بالسيطرة على اليوم بنسبة كبيرة. ورتبوها حسب الأولوية وشطبوا على اللي خلصتوه. مثلا ماشي نص ساعة، تحضير أكل صحي، قراءة 20 صفحة. لما تخلصوا القائمة احتفلوا بيها، ده بيبني عادة النجاح اليومية. رابع طريقة لوحة الرؤية أو الإنجازات على ورق كبير. خدوا ورقة كبيرة أو كرتون واكتبوا عليها أهدافكم الكبيرة، والزقوا صور أو كلمات تحفيزية وعلقوها في مكان تشوفوه كل يوم. لوحات الرؤية بتزود التحفيز البصري، وبحسب دراسات الناس اللي بيستخدموها بيحققوا أهدافهم أسرع بنسبة 20 ل 30%، عشان بتفعل قانون الجذب والتركيز اللاواعي. كده كل يوم بتشوفوا حلمكم قدام عينيكم بتقربوا منه. خطوة عملية دلوقتي حالا، حضروا دفتر أو ورقة كبيرة واكتبوا قائمة مهام لأول أسبوع في 2026. لو نفذتوا الخطوات دي هتشوفوا الفرق في تركيزكم وإنجازكم إن شاء الله. وفي الجزء الجاي هنتكلم عن المرونة ونتكيف مع التغييرات عشان لو حصل عوائق ما تزعلوش، وربنا يسهل خططنا ويبارك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.